4 مقابل لا شيء. إذا خطوة كبيرة لبركان إلى المباراة النهائية. القسنطينة لم تدخل في المباراة، اللاعبين لم يدخلوا في المباراة. عدم يعني التركيز على المراقبة، لم ندخل في المباراة، عدم التركيز وكأنها يعني دخلنا بسهولة في المباراة. بركان يخطو خطوة كبيرة، وهناك لقاء عودة سيكون الأسبوع المقبل بمشيئة الله في الجزائر. نعود إلى طبعا عزيز بنيش، هيثم مصطفى، رفيق صيفي، نرحب بكم من جديد. كابتن عزيز، شوط أول وشوط ثاني بنفس السيناريو مثالي من فريق نهضة بركان، الضغط العالي، الاستحواذ، السيطرة والتسجيل، 4 أهداف، نتيجة كبيرة ومريحة قبل لقاء العودة. أولا ألف مبروك للجماهير البركانية ولفريقهم اللي أدى أداء رائع جدا اليوم بجدية اللي عهدنا بها طيلة هذا الموسم وحتى المواسم الماضية. أظن نهضة بركان قدم أداء راقي، شفناه في الأهداف اللي تسجلت. الهدف الأول كان في البداية كان سريع صحيح، هو اللي عبد الطريق لهذا الانتصار الكبير، لأن صراحة البداية كانت موفقة، السيناريو كان مثالي، تسجيل في تقريبا 14 ثانية تسجيل الهدف الأول. بعد ذلك أظن بأن ارتفعت المعنويات وارتفع الحماس، وأظن بأن كان هناك عدة فرص لتسجيل الهدف الثاني، لكن الهدف الأول الماري هدف جميل جدا. هذا يدل على هناك يعني مساندة من اللاعبين على الأطراف، كان كثافة عددية في العمق، كانت هناك حماس كبير لدى اللاعبين النهضة البركانية. الإمكانيات الفنية لا تكفي، لكن عندما يكون الحماس ايضا موجود والشراسه موجوده، اظن بان شوف هذا الهدف ايضا الثاني ضربه راسيه لباسيني، ولا كلها شراسه، لان باش ترتقي بهذا الارتقاء القوي وتضرب الكره بهذه القوه، هذا يدل على هناك اراده كبيره احمد، اراده كبيره جدا في تسجيل الهدف، في ربح الصراع الثنائي. شوف جاء من الخلف ثم ارتقى الى الامام لكي يسجل هذا الهدف ضربة راس مثالية. لكن الهدف الثالث والرابع هما من اجمل ما كان في هذه المباراه، هو الهدف الثالث والرابع، لان كان في فرصه كانت بناء من الخلف، المرور عبر الخطوط ثم اللعب على الاطراف، ثم هذا الهدف الرائع كان في شوف هذا اللعب بدون كرة واللعب بالكرة، وهذا التمريرة خلف المدافعين اللي اعطت الهدف الثالث. تمام. والهدف الرابع اللي سجلوا ايضا المليوي، اللي كان من بين افضل اللاعبين ايضا في الشوط الثاني. شوف هذه التمريرة ايضا والمراوغة، لا هذا الهدف الثالث، شوف المليوي في الهدف في القائم الثاني. ولكن الهدف كان رائع جدا، يدل على ان هناك لعب جماعي، هناك اوتوماتيزمات، هناك انسيابية. اللاعبين صراحه، ولكن الجبهه اليمنى هي الجبهه النشيطه في بركان، ولكن تحركت شيئا ما اليسرى نسبيا، لكن اليمنى هي فعلا نعم. الجبهه مفتاح اللعب الرئيسي، لان كي بدا منها ايضا الجهه اليسرى بدات منها جميع الهجمات، ولكن صحيح ان الجهه اليمنى كانت حركيه جدا بتواجد لاعبين مميزين كالمنعوت. شوف هذا الهدف للمليوي، المراوغه ثم بالرجل اليمنى بخارج القدم، هدف جميل جدا من بين افضل الاهداف اللي تسجلت في دوري الكونفدراليه افريقيا. المليوي كان في الشوط الثاني كان رائع جدا، لانه اعطى الحلول للزملاء، اعطاهم دائما يطلب الكره في المساحات، ثم لا يلعب مره بيلعب باللمسه الوحيده، ثم مره اخرى يباغت ويغير من الاسلوب دائما. شوف الكره بالرجل خارج القدم، هدف جميل جدا وفوز مستحق لنهضة بركان. تمام. إذن أداء متميز لفريق نهضة بركان و4 أهداف نظيفة في هذه المباراة. ذهاب الدور نصف النهائي لكأس الاتحاد الإفريقي، أداء ولا أروع من صاحب الأرض فريق نهضة بركان الذي لم يخسر حتى الآن في هذه البطولة، ولم يسجل في مرماه إلا هدفا واحد. نستمع الآن إلى منير المحمدي حارس مرمى نهضة بركان، وأسامة المليوي طبعا هداف الفريق ونجم الفريق. نستمع ماذا قال بعد هذا الفوز الكبير. مساء الخير زميلي أحمد فؤاد. مع ردود الفعل بعد فوز نهضة بركان برباعية على النادي الرياضي القسنطيني في مباراة الذهاب هنا ببركان، يحضر إلى جانب حارس نهضة بركان والقائد منير محمدي. منير، تهانينا على هذا الفوز، انتصار عريض، وأيضا
الأهم بالنسبة لكم أنكم لم تستقبلوا أي هدف اليوم. اليوم لم نرى خطورة من فريق قسطنطينة. بالنسبة لنا أستطيع القول بأن اللاعبين قاموا بعمل ممتاز اليوم. أنا سعيد وأنا فخور باللاعبين. وأما بالنسبة للنتيجة فأنا فخور أيضا بالعقلية التي لعبنا بها. لقد شاهدنا اليوم بأننا نستطيع أن نؤدي عملنا بأفضل طريقة، وأننا فريق جيد، وأن روح الفريق التي أظهرناها اليوم كانت رائعة. أنا فخور بذلك. منتخب المغرب أقل من 17 سنة نال منتخب شباني دورة كأس إفريقيا. اللي ماروكان حطوا الناس تاع كرة القدم والناس محترمين، ماشي اللي يمشيو على كروشهم. بعد نبداو نقولوا وعلاش هادوك هكذا، وعلاش هادوك ضدنا، وعلاش ولدي خدام ولدي خدم، ما تعش في الناس، خدم. راكم مدة سنوات وحنا ونيفو ديجا ناخذوا في الكف. سنوات يا ناس ومازال ما حبيناش نفهموا. باش ما نقولش حاجه اخرى، مازال نحيونا هذاك الكذب والتمسخير. هاكو تهلكوا في الكره. والله يا رضوان انا نقول لك بصراحه انا شفت المغرب اللاعبين هذوما عجبوني. سيتي رولا في المستوى. شعور زوين بزاف بالنسبه لدينا. كاس افريقيا اول مره في تاريخ المغرب في ايديسات. الشكر كيرجع للكوتش المنتخب سي فوزي القجاع، وكنشكر الجمهور اللي حضر لنا هنايا شجعنا وحنا جبناها. كيفاش تعاملتي ربما مع ضربات الترجيح، وفاش كنتي كتفكر في اللحظات ديال ضربات الترجيح؟ اول حاجه اي لاعب كيبغي يضرب ضد، كيبغي يضرب عليا بيلانتي، كنبقى نشوف ليه الوسط، ما يضربش الوسط، يضرب هنا ولا هنا. واللاعب تا هما ما خلاوش من الجهد ديالهم، ماركاو وانا جبت وحنا دينا كاس افريقيا الحمد لله. شكرا. الحمد لله حنا ملي دخلنا لهاد لا كومبيتيسيون دخلنا بوغ اكريغ ليستواغ، والله ما خيبناش. وكما تفرجت كلشي في الماتش اليوم كاع ما كان ساهل بحال كاع لي فينال، والدراري كلشي تقاتلنا، كلشي كان رجال، والحمد لله حنا فرحانين بزاف. كنعرفوك انت بانك ابن مدينه المحمديه، العائله ديالك هنا كتحضر، الاب ديالك كيحضر. شنو يمكن تقول لنا على الرساله والمسانده الجماهيريه هنا في ملعب البشير؟ هذا فخر كبير فاش كتلعب بين الجمهور ديال المدينه ديالك ولعب وسط مدينتك اللي كبرتي فيها. وشكرا بزاف للجمهور اللي كان اليوم، وكنزيد نشكرهم بزاف. شكرا بزاف. Bon, premièrement, ce trophée, avec tout le groupe, avec tout le staff, avec toute la fédération, on le dédie à notre cher roi, Allah Yansro. Merci pour toutes les personnes qui nous ont aidés pour gagner ce trophée. ما كانش سهل. دابا عام حنا كنخدموا على cette coupe d'Afrique والحمد لله جبناها في بلادنا. D'abord, on va savourer avec nos familles parce que c'était pas facile. دوزنا دابا شي 3 ولا 4 سيمانات كنوجدوا في لا كوب دافريك، والحمد لله ربي ما خيبناش وربحنا وجبنا pour tout le peuple marocain. خوت ما كانت سهله. Non, ما كانت سهله. Il y a aucune compétition qui est facile. ماشي سهل تربح une coupe d'Afrique. خصك تخدم بزاف، ما خصكش تحسب الوقت ديال الخدمه. Mais الحمد لله بالنية بالخدمة بالدراري كانوا في مستوى كبيرة، والحمد لله on a ramené ce trophée. Au but. Non, الصراحة ما كناش كنحسبوا على البينالتيات، بغينا نربحوا الماتش في لو طون ريغلومونتير. مي بون كنا عارفين عندنا غارديان كبير، وعاود دار لنا نفس السيناريو ديال هذيك المرة ضد لا كوت ديفوار، والحمد لله برافو à ce gardien. ان شاء الله يدير une très belle carrière، نتمنى يكون ديما مزيان. الحمد لله ربحنا. اي ماتش مورا اي ماتش كنشوفوا لي زيرور اللي كنديروا، كنحاولوا نخدموا عليهم. لو فوتبول سي جامي لا بيرفيكسيون، ديما كدير الغلط، خصك تعلم باش ما تعاودش هذيك الغلط اللي درتي في الماتشات. وكل مره الدراري كيتعلموا، عندهم 16 17 15 عام، ديما كيتعلموا في لي زونطرينمون في لي كلوب ديالهم، وكيجيو كل مره كيجيو. Une fierté parce que mon nom sera toujours gravé dans l'histoire du football marocain. Mais cette victoire, c'est les joueurs qui ont été la chercher. Nous, on est là pour les accompagner.
on les aide du mieux possible. On est des grands frères, on est des pères, on est des oncles, on est des copains pour eux. Et tout le mérite est pour eux. Aujourd'hui, ils m'ont rendu champion d'Afrique. Ils m'ont fait rentrer dans l'histoire en tant qu'entraîneur. C'était pas facile, c'est ma première expérience en tant qu'entraîneur principal.